ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه. النهارده بقى نعمل مع بعض كده شويه فول زبده كده زي ما الكتاب قال. طريقته معتمداها، جربت طرق كتير ودي اكتر طريقه نجحت معايا ولقيتها حلوه قوي. هنا بقى جبت كده نص كيلو فول بلدي حلو، نقيته ونقعته. هنا اتنقع المفروض يعمل 6 ساعات او قبلها بيوم. هنا كان 5 ساعات، كنت خارجه ولازم اعمله قبل ما انزل. فهنا بقى نقعته كده حوالي 5 ساعات بالظبط. وهنا جبت ميه بقى في الفوالة القمر بتاعتي دي، وهحطها بقى على النار كده. اول ما الميه تغلي هبدأ انزل بالفول. هنا بقى خلاص الميه بتاعتي غلت اهي، هبدأ بقى انزل بالفول. الفول طبعا هنا هنزود لو احتاجنا ميه. هنا احتاجت حوالي نص كوبايه ميه، هزود ميه مغليه. تبقي مجهزه براد ميه مغليه، ما يتزودش ميه ساقعه عشان الفول ما يجلدش منك. هنا بقى الفول اول ما بدأ يغلي كده غسلت معلقتين عدس حلوين وحطيتهم لنص كيلو فول، معلقتين عدس. هنا بقى الفيديو للاسف المقطع ده ما اتصورش، فنزلت كده بالعدس على الفول وهديه تقليبه، وهدي النار بتاعتي بقى شمعة كده يستوي براحته. هنا الفول بالظبط خد مني 3 ساعات بالظبط، وممكن كان ساعتين ونص، بس انا مهديه النار خالص خالص. الفول بيحب النار الهاديه. خد مني 3 ساعات عشان يطلع زي ما انتوا شايفينه بالجمال ده، زبده اهو. حتى هنا بصور لكم وانا لابسه وخارجه، طافيه عليه وانا نازله. جربت الفول لما تحط عليه طماطم، الطماطم بتأكسد ومبتبقاش حلوه. جربت الليمون، جربت التوم. يعني دي بقى لتجارب كتير، دي انجح طريقه معايا. الفول هنا بقى الحبايه فاتحه وزبده زي ما انتوا شايفين كده، ودعم بقى المحلات الفول. انا بقى احطه في اكياس، هعبيه كده في اكياس احطها في الفريزر، واول ما اجي استخدمه اطلعه قبلها يفك وابدا استخدمه. هنا بقى بوريكم اللون، يعني الفلاش هنا مش مبين عشان الفوالة غويطة. كنت عايزة اوريكم درجة اللون بتاع المية بتاعة الفول. هنا بقى هدوق الفول معاكم. لو لسه بقى ما حطيتيش اللايك مستنية ايه؟ انزلي بقى حطي لايك كده وشجعيني واعملي كومنت جميل وشير لحبايبك عشان القناة تكبر بيكم، ودعوة حلوة من قلبكم ولكم بالمثل. هنا بقى الفول بوريكم قد ايه الحباية فاتحة ومستوي. حطيته بقى في اكياس كده زي ما قلت لكم وهدخله الفريزر. وهنا سبت بقى الشوية بتوع السحور بتاع النهارده عشان نعملهم ان شاء الله ونسحر بيهم. لو لسه بقى ما صليتش على الرسول صلي معايا كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قومي يلا اعملي شويه فل لعيالك حلوين، شهر خير يا رب عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، كل اهلي وحبايبي وصحابي. يلا بقى انزلي قولي في الكومنت ايه رايك في الفول. ويلا بقى اشوفكم على خير في فيديو جديد، واستنونا في فيديو جديد مع مطبخ سومة.